اتعلم السحر. راح أعلمك أقوى حركة بالمطاطة لكل مبتدئ ومحترف، كيف تخلي المطاطة تنقطع بهذا الشكل وترجعها. حركة أسطورية وجبارة، يلا نتعلمها كلياتنا. الحركة العاشرة. دقيقة، لا تنسى انك تحط لايك لهذا الفيديو وتتابعني وتحفظه عندك، ويلا نروح للشرح. شفتك انك ما حطيت لايك، حط لايك وتابعني. الحركة من احد الحركات يلي انا كتير بحبها، وتشوف حدا عم بيعملها كتير بتلفت لي نظري. كل يلي بدك اياه مطاطة بأي حجم كان، ويلي عم بيشير انك انت عم تاخذ المطاطة وتقطعها وترجع مثل ما كانت. الخطوة الأولى انك تاخذ المطاطة بالاصبع الوسطى وتشدها بهذا الشكل، وبعدين باصبع السبابة بتحط الاصبع الأولى والاصبع الثاني وبتشد. الخطوة الثالثة انك تخلي اصابيعك مضبوبين على بعض مشان ما تبين المطاطة، يعني بتخلي الاصابع مضبوبين على بعض، وبعدين بتعمل حالك انك انت اخذ المطاطة وعن جد انت قطعتها، فبتقطعها بهذا الشكل وبتحرك ايديك لحتى يتاكد المشاهد انك انت قطعتها عن حقها. بالثانيه اللي بدك ترجع المطاطه مثل ما كانت، انتبه انك تفتح اصابعك مشان ما يشوفوها. كل يلي عليك تساويه انك تفلت المطاطه لحتى ترجع بهذا الشكل مثل ما كانت. اتمنى منكم انكم تكتبوا لي بالكومنتات شو حابين تتعلموا لحتى اعلمكم.